الجمال والحلاوة. فاكرين الصينية اللي صورناها في الفيديو اللي قبل ده ووريتكم كمية اللحمة؟ أنا مصوراها بقى المرة دي عشان أوريكم البشاميل. شايفين الحرف بتاع الصينية؟ وشايفين البشاميل فين؟ شايفين؟ شايفين كمية البشاميل؟ أنا دايما بسميها دي بحر من البشاميل. لا بقى في مكرونية باينة ولا في أي حاجة. ليه؟ كمية البشاميل كتير. دي الصينية اللي أنا قلت لكم إن أنا حاطة فيها حوالي 700 جرام لحمة، وحاطة فيها 2.5 لتر لبن. دي صينية كبيرة بتأكل من 6 ل 8 أفراد ما شاء الله وبيشبعوا. لو ناس أكيلة لا بتبقى محتاجة صنف تاني جنبها. برضو هعيد الكلام تاني، دي ما تنفعش تتباع بسعر الصواني التانية، ما ينفعش تتباع بسعر الصينية اللي بتأكل 3-4 أفراد، ما ينفعش تتباع بسعر الصينية اللي الناس اللي عاملاها حاطين لحضرتك لتر لبن ولتر مية من الحنفية. فدي مش زي دي حاجة مختلفة خالص، حاجة كده رويال فعلا. ألف هنا وشفا على اللي هياكلوها. وطبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا ممكن نخرجها بالمنظر ده جاهزة على التسوية، وممكن مستوية على حسب العميل بيحبها ايه. يعني انا بحاول دايما من ضمن مميزات التعامل مع مطبخنا ان انا بحاول اشوف رغبة العميل فين وبعملها، ومادام هي مش هتأثر على الكيتشن عندي في حاجة ولا هتأثر على طلبات العملاء التانيين ولا اي حاجة، لا تمام، انا ما عنديش مشكلة خالص. لان دي حاجات برضو بتفرق معايا. انا يهمني ان طلب العميل ما يأثرش على مصلحة الكيتشن، ما يأثرش على على طلبات بتاعت عملاء تانيين. مادام بيطلب حاجات في حدود المعقول ونقدر عليها، لا تمام.